خلصت فيك كل الكلام يا أهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية. الأهلي أصبح أكثر نادي خوضا للقاءات ب20 لقاء في كأس العالم للأندية. الأهلي أصبح ثاني أكثر الفرق فوزا بمباريات في كأس العالم للأندية ب8 مباريات خلف ريال مدريد الفائز ب10 مباريات في كأس العالم للأندية. الاهلي اصبح يا جماعه بينافس الارقام القياسيه. الاهلي بيواصل تحطيم الارقام القياسيه. الاهلي في اروع مباراه تكتيكيه بالنسبه لمارسيل كولر يفوز على سياتل الامريكي ويصعد لدور قبل النهائي لملاقاه ريال مدريد الاسباني. والمباراه دي بامانه يا جماعه مستر كولر من المباريات التكتيكيه العاليه لكولر، وهقول لكم ليه. يعني أنا مش عشان النتيجه، انا اكتر واحد كان كولر على طول بيفوز المباريات اللي فاتت كنت على طول بنتقده، لكن لما يعمل حاجه كويسه لازم نقول عليه. وهجيبها لكم الاول. يعني طبيعي يا جماعه الفرق الامريكيه الميزه عندها اللياقه البدنيه العاليه. معروف في اي لعبه الامريكان معروف اللياقه البدنيه عندهم عاليه. لكن هم لسه في فتره الاعداد بقى لهم شهر، يعني لسه راجعين لممارسه كره القدم الدوري عندهم، وفتره الاعداد بقى لهم شهر. فطبيعي ان هو الشوط الاول كده اللياقه البدنيه الموجوده عندهم هتلاقيها موجوده، لكن اخر نص ساعه طبيعي انهم هيهبطوا في اللياقه البدنيه. والاهلي لسه لاعب مباراه من يومين، فطبيعي الاهلي لو انت جريت الفريق الامريكي في الشوط الاول بدنيا مش هتجريهم، يعني فتحت ملعبك طبيعي هتبقى عليك خطوره عاليه. فكان طبيعي ان المستر كولر خد الشوط الاول قرر ان هو يتخذ النهج الدفاعي. وطالما النادي الاهلي خد النهج الدفاعي في الشوط الاول، يبقى طبيعي تبدا بوينج مين؟ طاهر ولا عبد القادر؟ طب انت خلاص قررت تلعب دفاعي، يبقى طاهر اولى من عبد القادر. انت خلاص الشوط الاول قررت مش هتلعب كوره. الاهلي قرر الشوط ان انا هقفل ملعبي واستنزف اللياقه البدنيه اللي موجوده عند فريق سياتل الامريكي لحد اخر نص ساعه هلعب الكره الهجوميه بتاعتك. وهو واقع بدنيا طبيعي، لسه فريق راجع لممارسه الرياضه بقاله شهر فتره الاعداد، فطبيعي هيقع في اخر الشوط الثاني. فالطبيعي فبدا خد الشوط الاول يعني المستر كولر اتخذ النهج الدفاعي. فطبيعي انه يلعب طاهر كجناح على حساب احمد عبد القادر. قرر يلعب بيرسي تاو على حساب حسين الشحات، ويسيب حسين الشحات ورقه رابحه اما يقرر ينشط الاداء الهجومي. هقول لكم حسين الشحات كان المفروض هيبقى دوره امتى، بس لما يجي دور. فطبيعي الاهلي في الشوط الاول خد الاداء الدفاعي، فكان حاجه كويسه ان يلعب طاهر يلعب كهربا في الشوط الاول. مش هتفرق كهربا من شريف اللي فلعب كهربا، ده كان الميزه انه لعب طاهر لان انت قررت تدافع. فطاهر هيديك بدني في الشوط الاول يجري الفريق الامريكي، واما تقرر تهاجم تلاقي احمد عبد القادر. انت طبعا انت اما تهاجم يبقى الاولى تلعب تخلي مين في النص اللي انت هتلعبها هجوم، تخليها لمين؟ لاحمد عبد القادر اولى من طاهر محمد طاهر. فهو الشوط الاول يا جماعه هو قسم المباراه، ده حاجه تحسب له. وممكن ما يكون فكره غير كده، بس انا رايي المباراه ودي القراءه الطبيعيه. بقول لك فريق لسه راجع، لسه بادئ فتره اعداد بقى له شهر بالظبط، فطبيعي انه في الشوط الثاني هيقع بدني. بس في الشوط الاول انت والاهلي بقى لسه لاعب مباراه من يومين، فالشوط الاول الاهلي مش هيبقى واقف على رجله. فاحنا نقدر تستنزف اللياقه البدنيه عند الفريق الامريكي، وانت في الشوط الثاني تلعب كره الاهلي المعروفه. فلحد ما جت الدقيقه 60، واللي تثبت صحه الكلام انه الراجل في الدقيقه 60 رغم انه في الشوط الأول كان وحش، طبيعي يقول لك لا انا هتني بقى امام من دفاعات. لو دي الفكره عنده ان هو بيدافع كان تاني سابها بثلاثه نص دفاع، كان حتى نزل مروان ما كان حمدي فتحي. لكن الراجل اكبر دي ان هو مقسم المباراه، انه نزل في الدقيقه 60 نزل قفشه على حساب حمدي فتحي. يعني الراجل قرر انه يهاجم اخر نص ساعه، لان لو الدفاع بقول لكم كان هينزل مروان اولى. انت الراجل انا عايز امن دفاعاتي هنزل مروان مكان حمدي فتحي، مش هنزل قفشه. لكن بعد الدقيقة 60 جاب نزل قفشه مكان حمدي فتحي، يبقى هو يلعب رقم 10. هيبقى نزل احمد عبد القادر مكان طاهر محمد طاهر. الكرة الهجومية طبعا عند عبد القادر اكتر بكتير من طاهر محمد طاهر، دي معلهاش خلاف. ساب بيرسي تاو في مكانه، ان بيرسي تاو من اجمل المباريات اللي مع الاهلي. والمباراه زي دي يا جماعه هتعلي ثقه بيرسي تاو في نفسه 200% بامان، وده حاجه تحسب لكولر. انا بقول لكم لما يعمل حاجه كويسه لازم نقول عليها، او اي حاجه كويسه احنا مفيش بيننا وبين كولر حاجه. لكن النهارده بقول لكم عجبني توزيعه المباراه. نزل ساب بيرسي تاو ونزل شريف ينشط مكان كهربا. طبيعي كهربا يا جماعه انه لعب 60 دقيقه ده كتير عليه، وكده كده لسه بيدي شريف بقيه المباراه. يعني شريف لو كان كامل المباراه كان هيلعب اخر نص ساعه مع نص ليه اخر نص ساعه مع النص ساعه بتاعت الوقت الاضافي. لو كان في وقت اضافي كان هياخد الساعه. فهو قال لك اخد اسحب اللي عند كهربا ياخد 60 دقيقه ياما عليه، ونزل محمد شريف. فانت لعبت اخر نص ساعه بتشكيل هجومي بحت. يعني لعبت بديانجو والسوليه، ديانجو قدامه السوليه طبعا كورته هجوميه معاها قفشه، على الشمال عبد القادر، على اليمين بيرسي تاو، على في الهجوم محمد شريف. شفنا بقى الاهلي لعب افضل نص ساعه في كاس العالم للانديه النص ساعه الاخيره بعد الدقيقه 60. فرص كتير بعيده عن الهدف اللي احرزه. الاهلي كان تلاحظوا مسيطر على الكوره، بيلعب الكوره اللي على الارض، الكوره الجميله. كان كله كان متكيف في الشوط الثاني من اداء الاهلي.
فبقول لكم دي اكبر دين، الراجل ده فعلا كان مقسم المباراه. حسين الشحات ما لعبش. انا بقول لكم حسين الشحات ده كان وقته اللي هو الوقت الاضافي، لان طبعا يا جماعه لسه لو كان المباراه امتدت بالتعادل كان في نص ساعه اضافيه، لازم تكون تنشط في الوقت الاضافي، مش هتسيب اللعيبه كده، لازم هتنزل عنصر يعني ينشط لك الهجوم في الشوط الاضافي. ما كانش في افضل من حسين الشحات، لو كان في وقت اضافي كان هيديك من زي ما كان بيرسي تاو، كان هيديك الاداء الهجومي اللي انت محتاجه. ما بقول لكم بامانه افضل مباراه مارس الكوره بالنسبه لي مع الاهلي مباراه زي دي مباراه فعلا دي يعني تتقابل انت تلعب بقى، تتقابل انت تلعب بقى بثلاثه نص دفاع، حمدي فتحي والسوليه وديانج مقبول. لان بقول لك الاهلي كان باين عليه في بدايه المباراه الرطوبه، اولا درجه الرطوبه كانت باينه انها عاليه جدا في المباراه، اللي يلاحظ التيشيرتات بتاع اللعبه كان الهواء شديد وكده، فكان الرطوبه عاليه، واللعبه لسه لعب مباراه لسه لعب مباراه من يومين. حتى ساعتها اما انا انتقدت كولر ما قلت لكم كان المفروض يغير تغييرات بدري، كان ده السبب، لانه عنده مباراه النهارده وشفنا لعيبه في بدايه المباراه ما كانتش واقفه على رجليه. فانت طبيعي انك تامن دفاعاتك وتعدي الشوط الاول بافضل نتيجه اللي هي التعادل. فبقول لكم بامانه النهارده كولر ياخد 10 من 10 في تقسيمته للمباراه. وتاني بقول لكم اكبر دين راجل مقسم المباراه، مش بيلعب دفاع، ان هو نزل قفشه في الدقيقه 60 على حساب حمدي فتحي. ده لو راجل بيحافظ على النتيجه كان قال نزل لك مروان مكان حمدي، على الاقل لو كان فكر يطلع حمدي كان نزل مروان مش قفشه. لكن بقول لكم ده راجل بامانه النهارده مقسم المباراه، وربنا كرمه لانه عمل الصح في المباراه دي. فكولر بالنسبه لي افضل مباراه ليه مع الاهلي هي مباراه سياتل الامريكي النهارده. فالبلدان اللي طالما عمل حاجه كويسه لازم نقول عليه. النهارده عجبني تغييراته جدا، وعجبني ركنته لحسين الشحات انه كان سايب الوقت الاضافي. الناس تقول لك فين حسين الشحات، كان من نجوم المباراه اللي فاتت، لكن حسين الشحات كان وقته النص ساعه الاضافيه، انا متاكد انه كان سايبه هو النص ساعه الاضافيه، كان هينزل طبعا على حساب بيرسي تاو. بيرسي تاو مستحيل كان يلعب 120 دقيقه، لان انا كنت خايف ان هو تجيله اصابه والله في اخر ربع ساعه في المباراه، انا كنت مقلق انه يمسك رجله. فالحمد لله ان هو كمل المباراه على خير، وكان من افضل مباريات بيرسي تاو. المباراه دي ان شاء الله هتفرق معاه كتير، بس ربنا يبعد عنه طبعا شر الاصابات. فبالتالي مبروك للنادي الاهلي اللي بيواصل كتابه التاريخ يا جماعه والله. يعني فعلا لو لم اكن اهلاويا لوددت ان اكون اهلاويا. الاهلي يعني فريق يشرف اي حاجه. انت تخيل انت في الوقت اللي بتتكلم فيه عن ملاقات الاهلي ريال مدريد في قبل نهائي كاس العالم للانديه، على الجانب الاخر الزمالك بيعين جوزفالدو فيريرا مدير فني للزمالك خلفا للمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا. شتان الفرق بين مؤسسه زي مؤسسه النادي الاهلي وبين اي مؤسسه في مصر يا جماعه، في افريقيا والله، في الدول العربيه بالكامل. الاهلي فريق يشرف بجد. يعني تخيل يعني من الحاجات اللي باين فعلا يا جماعه ان فكره الاهلي في المؤسسه، ما قلت لكم مؤسسه بيراميدز ما فيش مدير فني هينجح معاها، لكن الاهلي ينجح اي مدير فني. حاجه زي موضوع مقارنه كده على السريع لازم اقولها، يعني في يوم فرحه زي الاهلي، مقارنه بين موقف الاهلي مع رمضان صبحي وموقف الزمالك مع امام عاشور. رمضان صبحي عمال الاهلي جاي العرض من بيراميدز، شفت قرارات اداره الاهلي ايه، وده على لسان الكابتن رمضان صبحي على قناه ام بي سي مصر، قال لك انت قدامك نص ساعه، قدامك ساعه تفكر وترد علينا. شوف بنقول رمضان صبحي اللي كان معروف من احد يعني اكتر نجم كان في الاهلي في الوقت ده، مقارنه بموقف الزمالك مع امام عاشور. مستشار مرتضى شفناه بيقول لامام احلف بالله ما انت راجع على الاهلي. يعني شوف الفرق، فرق واحد احنا بنقول الاهلي بيقول لرمضان صبحي بيقول له قدامك ساعه وتفكر، على الجانب الاخر الزمالك بيحلف امام عاشور انك هترجع الزمالك مش هترجع الاهلي، خايفين نرجع الاهلي. يا جماعه لازم اي كانت مؤسسه زي الاهلي او الزمالك المؤسسات الكبيره دي، الاهلي والزمالك انتوا عارفين انتوا اللي بتكبروا اللعيبه، مش اللعيبه اللي بتكبر الفريق. يعني امام عاشور ده كان حد يعرفه قبل ما يروح الزمالك؟ انت ايه اللي يخليك تحلفه على الهوا انت والله لا ترجع للزمالك يعني انت ليه بتصغر من اسم نادي الزمالك؟ شوف بعد جنب الاخر الاهلي بيقول لرمضان صبحي قدامك ساعه وتفكر. فبقول لكم الاهلي مش اللي وصل له ده يا جماعه مش من فراغ، انما لان الاهلي مؤسسه فعلا كبيره بتاع الناس اللي فيها عارفه يعني ايه قيمه النادي الاهلي، في اسمها احلف ما انت راجع على الاهلي. بقول لك الاهلي قال لرمضان صبحي قدامك ساعه وتفكر، ده لان الاهلي هو اللي بيكبر اي لاعب. ودلوقتي انا متاكد ان واحد زي رمضان صبحي يا جماعه ندمان لما شايف الاهلي بعد ما ساب الاهلي لعب 3 كاس عالم انديه متتاليه. هو قاعد دلوقتي يعمل ايه بفرق كام مليون الفرق في الفلوس في البنك، عمل بقى ايه هو؟ استاذ فرحه يا جماعه، فرحه البطولات، فرحه الجمهور وبيشجعك. انت لو في الاهلي كان ممكن مستوى زاد اضعاف اضعافه، كان احترف خد اضعاف اللي خده من بيراميدز، كنت هتبقى خدت الكره الممتعه للجمهور والجمهور كله يحبك وفي نفس الوقت كنت ممكن تحترف وتاخد اضعاف الفلوس اللي بتاخدها في بيراميدز. لكن اللعيبه يا جماعه اللي بتحسبها غلط، وانا متاكد والله 100% واحد زي رمضان صبحي ندمان على الخطوه اللي خدها. انت في الاهلي دلوقتي من ساعه رمضان صبحي ما مشي الاهلي لعب 3 كاس عالم انديه متتاليه. يعني الاهلي ده في حته ثانيه يا جماعه بعيد عن اي نادي. فانا بقول لكم الاهلي فريق فعلا يعني يا بخت جمهور الاهلي بالاهلي ويا بخت الاهلي بجمهوره. افضل مؤسسه. شفنا النهارده الجمهور المغربي والجمهور الاهلي في المغرب كان ما شاء الله شكله يفرح، وهتشوفهم وانا منتظر مباراتهم الاربع قدام ريال مدريد. أنا متاكد ومتوقع وخليكم فاكرين كلامي ده الاهلي هيلعب مباراه عاليه قدام ريال مدريد.
وان تتذكروا كلامي ده ان شاء الله. الاهلي هيلعب المباراه باي تشكيل. انا يعني هقول لكم امنياتي، انا امنياتي ان الاهلي يلعب المباراه الجايه دي نلعب هجوم، ما يلعبش بالتلاته، ما يبديش بحمدي فتحي والسوليه وديانج. انا امنياتي، انا بقول لكم انا كواحد من محبي النادي الاهلي، يعني انا امنيتي انه يبدا بأليو ديانج والسوليه ويلعب قدامهم بقفش، على يمينه حسين الشحات، على شمال عبد القادر، وقدام بيرسي تاو. والله دي امنياتي، وبقول لكم الاهلي لو لعب بالتشكيله دي هيلعب كوره جامده على الريال. الريال يا جماعه مش في افضل حالاته، طبعا اكبر فريق في العالم كاسم، لكن حاليا الريال ككوره وكلعب كوره الاهلي مش في الريال مش في افضل حالاته. والاهلي بالتشكيله بقولها لكم دي، اذا كان قفش على يمينه حسين الشحات، على شمال عبد القادر، وراس حربه بيرسي تاو راجل كويره، بقول لكم الاهلي يمسك يلعب كوره قدام الريال ويبقى الند بالند. تذكروا كلامي ده. والاهلي باي تشكيله بقول لكم، حتى لو لعب التشكيله لعب باي تشكيله ثانيه، بقول لكم في ارض الملعب انت مش هتحس ان في فرق كبير بين الريال والاهلي، وهتشوفوا في ارض الملعب المباراه. يعني المباراه ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 9، وبالتوفيق للنادي الاهلي. وبعيد عن الاهلي فاز على الريال، خسر من الريال، الاهلي سيظل بالنسبه لي انا افضل نادي في العالم. خسر من الريال، فاز على الريال. انا فعلا الاهلي ده كيان يا جماعه، يا بخت جمهوره بيه. حاجه اخيره يا جماعه حابب اختم بيها بقى، كابتن بيبو محمود الخطيب. يا جماعه يعني ما كانش الاوان ان احنا ندي الراجل ده حقه. الناس بتقول لك هو كان لاعب كره عظيم، لكن في مجلس الاداره مش زي ما هو لاعب. ما كانش الاوان ان انتوا تدوا للكابتن بيبو حقه. كابتن بيبو يا جماعه اللي مش متابع، ماسك رئيس مجلس الاداره من 2019. اول سنه ليه طلعنا من افريقيا بالخماسيه بتاعت سان داونز اللي مش ما حدش هينساها طبعا. 2020 مع الكابتن بيبو الاهلي بطل افريقيا وثالث عالم. 2021 الاهلي بطل افريقيا وثالث عالم. 2022 الاهلي وصيف افريقيا ظلما، وانا مصمم انها ظلم. ما ينفعش مباراه تبقى من نهائي من مباراه واحده وتلعبها قدام تلعب مع الوداد من مباراه واحده وفي المغرب. ده شايفه كانت ظلم للاهلي، وبسبب اتحاد الكره بتاعنا طبعا اللي شبعنا كلام على يعني على اللامبالاه وعلى كل حاجه غلط في اتحاد الكوره بتاعنا. الراجل وصل وصيف افريقيا وهيلعب قبل نهائي كاس العالم قدام ريال مدريد. الاهلي نادي القرن الافريقي قدام ريال مدريد نادي القرن الاوروبي. فبقول لكم يعني بيبو يعني ثلاث سنين الاهلي متتاليين الاهلي وصل كاس العالم للانديه، سنتين بطل افريقيا، السنه الثالثه وصيف افريقيا ظلم. لازم الجمله الثالثه دي تتقال ورايا، وصيف افريقيا بالظلم. ما هانش الاول ان احنا ندي الكابتن محمود الخطيب حقه. يا جماعه الناس ما تنساقش وراء الاعلام اللي هو مكبرين، يقول لك الزمالك طالعين. يعني تخيل بالانجازات دي الناس طالعه تقول ان الزمالك هو اللي في حته ثانيه. الزمالك اللي ما شافش افريقيا من 2002. الزمالك ما لعبش كاس عالم من الانديه، رصيده في كاس العالم ده صفر. الاهلي بيلعب السنه دي ثامن مره، ثامن مره مشاركه في كاس العالم للانديه، ثاني اكثر الانديه مشاركات بعد اوكلاند سيتي، ثاني اكثر انديه فوزا من مباريات في كاس العالم للانديه بعد ريال مدريد، اكثر نادي في العالم لعبا في كاس العالم للانديه ب 20 مباراه. يا جماعه الناس ما تنساكش وراء الاعلام اللي هو عايز يخبط في الاهلي. يعني النهارده في احد القنوات الفضائيه كنت بحاول في القناه افرح شويه، اشوف ابراهيم فايق بيحتفل ازاي، اشوف الكابتن احمد شوبير، اشوف قناه الاهلي، فجبت شويه على كابتن رضا عبد العال وكابتن محمد فاروق. يعني انت النهارده الاهلي في احتفال بفوز بكاس العالم بمباراه سياتل، هنلاعب ريال مدريد خلاص. ما تقريبا ربع ساعه كلام عن صفقه برونو سافيو، والكابتن نادر السيد دخل اتصال هاتفي، انا رايي ان اللاعب ده اقل من النادي الاهلي. طب ده يا جماعه ايه اللي جاب برونو سافيو هم بوقت زي النهارده؟ راجل ما لعبش في المباراه، واحنا يوم النهارده بنحتفل بالنادي الاهلي. ايه اللي جاب موضوع برونو سافيو تتكلم في ربع ساعه؟ بدل ما تحتفلوا بالنادي الاهلي شوف مين احسن لاعب النهارده في المباراه، شوف محمد عبد المنعم اللي كان احسن لاعب من وجهه نظري، شوف محمود متولي اللي حاجه تفرح، شوف محمد هاني اللي بدا يجيب مستواه، اتكلم عن علي معلول اللي ما شاء الله ربنا يحفظه يا رب، بالنسبه لي اسطوره من اساطير النادي الاهلي. اتكلم عن الناس دي كلها، اتكلم عن الشناوي الاسد في حراسه المرمى. سبته كله على ربع ساعه كلام عن برونو سافيو. انا قلت اول واحد قلت انه فشل. ابو الدهب لا، انا كان رايي قلت حلو عشان لعب مباراتين حلو. ايه يا جماعه يوريكم ان فعلا في ناس هدفها بس انها ازاي تنتقد الاهلي. يعني بقول لك النهارده يوم احتفال واخدين ربع ساعه كلام عن برونو سافيو، وانا بالنسبه لي والله ما هو مش اللي انا اقول حاجه على عكسهم، لكن انا بالنسبه لي رايي برونو سافيو ده لاعب راس حربه، وان شاء الله نفسي ياخدها يلعب في المركز ده وياخد فرصته فيها. هيبقى لاعب كويس جدا. برونو سافيو ده لاعب راس حرب. يا جماعه ادي اللاعب كل لاعب في مركزه عشان تحكم عليه. محمود متولي لو لاعب باك يمين انت هتقول عليه ايه؟ هيقنعك انت كمتفرج؟ مش هتقتنع بيه. محمد عبد المنعم لو لاعب نص دفاع وباك يمين هتقتنعوا بيه. علي معلول لو لاعب قلب دفاع هتقتنع بعلي معلول. فانت لاعب كل لاعب مركز. زي ما بقول لكم برونو سافيو ده راس حربه، لاعب كورته حلوه لكن مش اللياقه اللي هيروح ويجي على الخط. لكن هو عشان بيلعب جناح فما اداش بالاداء الكويس، فالناس كلها بقى طلع مش لاقي حاجه تتكلم فيها على الاهلي سلبيه، فسابوا احتفالات الاهلي وراحوا يتكلموا عن برونو سافيو ربع ساعه بالكامل.
واللي مش ما تابعش حتى يخش ويشوف الجزء اللي اتكلموا فيه عن برونو سافيو، اما ربع ساعه، ونادر السيد داخل يتكلم برضو عن برونو سافيو. فبقول لكم في يا جماعه قنوات كل هدفها تحطيم النادي الاهلي. جماهير الاهلي عليها انها تفتخر بالنادي الاهلي وبجمهوره ومجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب. احنا يا جماعه جمهور الاهلي بيعيش فتره من افضل فتراته الكرويه. احنا 3 كاس عالم انديه متتاليه. الناس تاخد بالك، احنا بنلعبوا الكاس العالم للانديه للمره الثامنه، الزمالك 0 مشاركات في كاس العالم للانديه. والناس تطلع تقول ان الزمالك هو اللي الفتره دي هو اللي في المستوى في العالي، والاهلي بيقع. الفريق بيلعب 8 مره كاس العالم للانديه بيقع، وثلاث كاس العالم للانديه متتاليه واقع. عفوا. فبقول لكم الناس على جمهور الاهلي انها تفتخر بناديه. ومع النادي الاهلي ما فيش افضل من كده، نهايه نادي القرن الافريقي، افضل نادي بالنسبه لي في العالم، اكون نهايه حالاتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.